بص، انا عارف ان الناس بتروح تشتري لعيبه عشان تقدر ان هي تجيب نقط، لكن ان انت تروح تجيب لعيبه تلاقي حكم الفار قاعد مستقصدك، انا ما فهمتهاش دي. حكم الفار النهارده تقريبا قاعد لي صلاح يجيب جون يروح جاي مطلع شعره وهو اوف سايد ويروح جاي عاطله لغي الجون بتاعه. بعدها بن شيرويل يخش بالكره يرقص الحارس، يا راجل يا جاحد، مدافع بيخش يرقص الحارس ويحط الكره جون وبيمينه، يا عم عديها له، يروح جاي حاسبها برضه ان الكره كانت اوف سايد ولغي له الجون. يجي بعد كده الكره تيجي في ايد نيكولاس جاكسون اللي هو خلاص يعني ضربة جزاء، محمد صلاح موجود هيخش يشوطها، يروح برضه رايح لاغي الكرة وما يحسبهاش ضربة جزاء. الواد عامل ايده كده، انا ما فهمتش. انا اللي اعرفه يا جماعه ان الكرة لما بتيجي في ايد المدافع ايا كان هي وضع ايده ايه تحسب ضربة جزاء. ده امبارح اتحسبت ضربة الجزاء في ماتش برايتون والراجل عامل كده والكرة جت في ظهره، يعني الكرة جت في ظهره. طب خليها جت في ايده برضه امبارح، جت في ايده دي، ما كانتش في ايده ناحية الكرة، جت في ايده الثانية وما اتحسبتش. فانا ما بقتش فاهم. بص تعالى كده، تعالى بعد الانترو هناخد العزاء، يعني بعد الانترو كده هناخد العزاء على طول، فتعالى بعد الانترو على طول. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. اللي هيعزف صلاح يجي كده، اللي هيعزف تشيلويل يجي كده، اللي هيعزف الواد نيكولاس جاكسون ده بقى يفجر لي الدنيا تحت في الكومنتات. خازوق نيكولاس جاكسون ده والله العظيم ده الخازوق بتاع الدور الاولاني او الاسبوع الاولاني كله. هنتكلم في التفاصيل يا صديقي، لكن طالما وصلك الفيديو واللايك بتاعك الحلو والاشتراك في القناه، عايزين نحتفل بال 30000 ان شاء الله قبل نهايه الشهر زي ما احنا متعودين. اللايك بتاعك مهم جدا 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 ان شاء الله بشكل كبير جدا. موضوع التيشيرت يا جماعه الناس اللي سالتني عليه بشكل كبير يعني ان شاء الله يكون موجود في حلقه بكره باذن الله. هنعمل السحب باذن الله في حلقه بكره، يعني لو كان في وقت كده قدرنا ان احنا نصور حلقه تنزل بكره باذن الله. نيجي بقى على الخازوق اللي كان موجود النهارده. والخازوق كان النهارده عندنا ماتشين يا جماعه. كان في ماتش لفريق برينفورد بيلاعب فريق توتنهام، وماتش يعني قمه الجوله بقى تشيلسي وفريق ليفربول. نيجي عند الماتش بتاع تشيلسي وليفربول ده في كميه خوازيق يا جماعه، انا مش فاهم والله العظيم ايه اللي كان بيحصل. الماتش الواحد كان داخله كده يعني عنده امل في الدنيا ان هي تمشي. اول خازوق بسم الله الرحمن الرحيم، كنت نزلته امبارح على تويتر يا جماعه، اللي فايت يعني اللي مش معانا على تويتر فايته كتير جدا. قلت على تويتر امبارح اللي معاه كان بيأمن على الحارس الاحتياطي لان الراجل خلع، الراجل قال لزمايله باي باي يا جماعه انا ماشي، الراجل راح فريق ريال مدريد خلاص يا جماعه، فقصته خلصت. فسانشيز هو اللي وقف جول، فاللي راح جاب كب عشان يبقى مضمون من الدفاع خلاص شكرا. نيجي عند الواد ريس جيمس، اللي لعب ماتش حلو الصراحه، لكن عمل حاجه كرياتيف جدا في الدقيقه تقريبا 75 او حاجه زي كده. ايه الكرياتيف اللي هو عمله؟ اتصاب والله. مش فاكر لما قلت لك في اللايف وقلت لك في الحلقات الواد ده بيتصاب وهو طالع من الحمام، مسك رجله ووقع نفس المكان اللي بيمسكه كل مره، وقع عادي مفيش مشكله وما كملش الماتش ونزل مكانه جوستو اللي ب 4 مليون هو اللي نزل كمل الماتش مكانه، ودي نقطه. النقطه الثانيه بن شيرويل عمل ماتش عمر النهارده. انا من وجهه نظري ان الواد ده رجل اللقاء الاول. الواد عامل اسيست، الكره براسه لعبها لدياسي. ده بالمناسبه يا جماعه ما كانش هيلعب اصلا، لكن بقول لك لما التشكيل بتاع ليفربول اتسرب قرر بوتشينيو ان هو يلعب ب3 مدافعين، فنزل دياسي ده ان هو يلعب مدافع ثالث النهارده. فبن شيرويل لعب له الكره حطها براسه فراحت له اهو، حط رجله فيها دخل الجون، فده الهدف بتاعهم. بعدها مفيش بدقيقه بالظبط، ما كملتش دقيقه كمان، بن شيرويل بياخد انفراده ويروح يرقص أليسون يا جماعه وحط الكره جون وتطلع الفار يطلعها لك اوف سايد. يا عم انت بتعاند فيا؟ ما انت لسه لاغي لي هدف لصلاح، تعاند فيا على ايه؟ انا مش فاهم. تيجي عند صلاح دخلت الماتش. صلاح يا جماعه كل تقريبا بدايه سيزون، ده اقل بدايه سيزون يجيب فيها نقط السيزون ده 4 نقط، 4 نقط اقل بدايه سيزون ليه. كل بدايه سيزون كان بيسجل تقريبا، اقل بدايه كانت موجوده اللي قبل كده كان 8 نقط، فالنهارده على حظ الحلو بيجيب 4 نقط. 4 نقط الدقيقه 10 صلاح بيحط الكره بيمينه بتيجي في العارضه عادي مفيش مشكله، ويعمل لك الاسيست النهارده للويس دياز وبيتامن بيه ال4 نقط. بعدها يجي صلاح يسجل الكره جول والكره تتلغي. بتتلغي، اصل الكره اوف سايد باين شعر صلاح كان في حته طايره منه قدام فالكره بتتلغي. ما عنديش مشكله في الغاء الجول، انا عندي مشكله في ضربه الجزاء بتاع جاكسون اللي قلت لك عليه. الراجل حاطط ايده كده يا جماعه، تتحسب ولا ما تتحسبش؟ المفروض بتتحسب. صلاح هيشوطها، لا يبقى انا كده ضربه الجزاء راحت عليا. الجول نفسه اصلا بتاع تشيلويل طايره كتير. صلاح بقى بعد كده تبارى في تضييع الفرص، انا ما اعرفش فيه ايه. كره يحطها مره في رجل المدافعين هنا، ومره يحطها في ايد سانشيز على اليمين، جات له اكتر من فرصه كان يقدر ان هو يخلص منها، لكن صلاح ضيع اكتر من فرصه. صلاح النهارده كان يطلع بدبل ديجيت مرتاح، كان يقدر يطلع بدبل ديجيت مرتاح. نيجي بقى عند الحاجه العكه اللي قام جاي مقرر كلوب
جاي اسحب طلع لي صلاح من الملعب وطلع لي دياز من الملعب وينزل عيالين صغيرين باين وجايب ولاد اخته يلعبوا، فجاي منزلهم في الملعب. انا ما اعرفش، دي اغبى حاجه كانت موجوده النهارده شفتها. بعد ما صلاح طلع اصلا ودياز طلع، كنت لو انت سبت داروين نونيز معاهم مع جوتا اللي طلع النهارده جايب نقطه يتيمه عشان خد انذار، يعني ما هو بقى الناس كلها تبقى تاخد من الحب جانب يعني. فجوتا خد انذار وطلع، فانت لو سايبه النهارده مع داروين نونيز، كان داروين نونيز مع الفورمه بتاعته والجري اللي قدام كان سحبه الفريق اللي قدام بشكل كبير جدا، فطلعه. بوكوتينيو قال له لا انت بتتذاكى عليا، انت بتطلع احسن لعيب عندك، طب والله لا طلع لك بن شلويل الناحيه الثانيه. واما رايح مطلع بن شلويل اللي هو من وجهه نظري احسن لاعب في اللقاء النهارده. بن شلويل كان يطلع برده بدبل ديجيت مرتاح، لكن انا مبسوط جدا من الست نقط اللي هو طلع بيهم. انا راضي جدا بالست نقط وراضي جدا عن النقط اللي انا جبتها لحد دلوقتي، فانا جبت 69 نقطه. طمني عليك تحت في الكومنتات انت جبت كام نقطه. زي ما قلت لك دياز جاب جول، جوتا طلع بنقطه يتيمه، جاكبو ما عملش اي حاجه. وتيجي بقى عند ترينت الكسندر ارنولد بالمكان اللي بيلعب فيه ده، على الله، هو كان الاسيست بتاع صلاح اللي جه، لكن غير كده الراجل ما عملش اي حاجه. في واحد عاق موجود في الملعب لازم ان احنا نشكره بالاسم يعني. مين يا جماعه؟ نيكولاس جاكسون. الولد كل ما يضيع كره يروح بانفراد يرجع يعمل لزمايله كده. يا ابني انا عايزك تعمل، هم اللي يعملوا لك كده وانت جايب الجون. انا عايزهم هم اللي يعملوا كده، يروح عند الجون ويروح جاي حاطط الكره في ايد اليسون شايطها بره، مضيع انفرادين عادي، ما عندوش مشكله خالص. انا ويقوم راجع بقى يقوم عامل لزمايله كده العب تاني ويقوم عامل له كده. انا ما فهمتش يعني ايه كده يعني. فين النقط اللي انت جبتها؟ فين الجون اللي انت جبته؟ فين التشجيع اللي انت شجعته لهم حتى عشان هم يجيبوا نقط؟ لا عادي. خازوق البري سيزون، الواد ده خازوق البري سيزون، الواد ده كان في البري سيزون منفجر بشكل كبير جدا والواحد كان متفائل بيه. خازوق البري سيزون ان احنا رحنا اشترينا على اساسه الصراحه. وتيجي بقى تبص على الانذارات، عندك ارنولد واخد انذار، ديجو جوتا خد انذار، ماك اليستر خد انذار، تشيكوميكا الراجل ب 4.5 مليون خد انذار، انزو خد انذار، نيكولاس جاكسون خد انذار هو كمان عشان يطلع النهارده بنقطه يتيمه. الراجل برده يعني مش هيضغط على نفسه ويجيب لك اكتر من كده. فبصراحه كان موضوع سيء جدا. اما البونص 3 لدياسي و2 لبن شلويل وواحد لدياز. صلاح طبعا لما طلع في الدقيقه 75 نزل من البونص وكان مخنوق بشكل كبير جدا، شكله هيضرب كلوب اصلا بعد الماتش. تخش بعد كده على الماتش اللي كان قبله اللي كان موجود الساعه 4 النهارده، فريق برينفورد بيلاعب فريق توتنهام. والحقيقه ان ده ماتش من الماتشات اللي انا كان عيني عليها بشكل كبير جدا. عايز اتفرج على فريق برينفورد في عدم وجود ايفان توني هيكون عامل ازاي، وكمان الناحيه الثانيه سبيرز هيكون عامل ازاي في عدم وجود هاري كين ووجود ماديسون بشكل اساسي. الحقيقه لما تيجي تبص على الماتش، امبويمو النهارده جايب جون من ضربه جزاء ومضيع جون من اسيست لهنري. هنري يا جماعه اللي عمل اسيست النهارده، وبرده الراجل ضيع عليه اسيست. امبويمو ضيع الكره بغرابه شديده جدا من ال6 ياردة. انا كنت بتفرج على الماتش هو مش معايا، بس حاجه تحصل الصراحه. يعني انا جبت الكابتن ايزي امبارح، فانا لو معايا ده هيشلني، فما اعرفش قرر الراجل ان هو يطلع الكره بره عادي جدا. لكن شاط ضربه جزاء حلوه الصراحه عشان برده نكون منصفين. ضربه جزاء كانت مميزه جدا جدا، قدر ان هو يلعبها، وويسا قدر ان هو يسجل جول. الجول بتاع ويسا ده بقى في حاجه غريبه. ويسا لعب الكوره جت في رجل المدافع ودخل الجول. هو ده مش هدف عكس يا جماعه؟ لا، هو مطلوبه معاهم يحسبوها جون عادي، يعني انا طالبه معاهم يحسبوها جون عادي. تيجي الناحيه الثانيه فريق توتنهام عندهم هريدي واقف جون. يعني هريدي واقف جون ده ما فيش فيها كلام يا جماعه، ده هريدي واقف جون ما يعرفش اي حاجه عن موضوع الجون ده خالص. الراجل واقف جون ما بيعملش اي حاجه خالص في الجون وبيستقبل اهداف بالعبيط يعني. لكن تيجي الهدف الاولاني، ماديسون بيعمل اسيست، بيرفع الكره بتروح عند دماغ روميرو، الراجل بيحطها بالجون ويسجل منها جون عادي. جول حلو الصراحه واسيست عظيم جدا لماديسون وملاك ماديسون، الف مبروك عليهم الاسيست ده. لكن الاسيست الثاني يا جماعه مش حلال. الاسيست الثاني معلش بقى مش حلال. الكره الواد بيقع، ما اعرفش تقريبا المدافع بتاع برينفورد هو اللي لعب الكره اساسا، راحت عند ميرسون رويال، الراجل اللي قاعد بيدرو بورو بره، وقام هوب خابطها على طول راحت في الجون وتم تسجيل منها الهدف الثاني. 2 حراس النهارده على الله الاثنين. فاسيست لماديسون كان ممكن يقدر يطلع باكتر من كده، الحظ خلفه الاسيست ده، لكن طبعا ريتشاردسون مضيع عليه اكتر من كره في الملعب. فلكن الماتش كان من ناحيه الكوره كان كويس. ماديسون قدر ان هو ياخد انذار، سانشيز انذار، فبالتالي العمليه كان فيها انذارات كتيره جدا. ماديسون كمان امن ال3 بونص النهارده، او امن 2 بونص، راح خد 2 بونص. ويسا هو اللي خد ال3 البونص، الراجل خد 2 بونص. فماديسون النهارده قدر يطلع اعتقد ب9 نقط، شايفهم برده رقم مميز جدا. مبروك للناس اللي معاه ماديسون الصراحه. انا بالنسبه لي قلت هستنى على فريق توتنهام اشوف الدنيا بالنسبه لهم عامله ازاي، وبعد كده اقرر سواء هجيب حد من توتنهام او مش هجيب منهم حد. فانا ممكن كمان الجوله الجايه استنى عليهم. بكره ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله ممكن يكون عندنا حلقه باذن الله نتكلم عن توتنهام ونتكلم عن برايتون ونتكلم عن بعض الفرق كده، هنعمل فيهم ايه، نيوكاسل كمان هنبقى نفرد لهم مساحه كده في حلقه منفصله باذن الله. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم بحلقه جديده بكره ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.